مفاجآت بالجمله اللي تاهلوا في المرتبه الاولى كلهم انسحبوا في الدور 16. المغرب كانت تأهلت على حساب الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت عندها 3 انتصارات متتالية في الدور الأول. الأرجنتين 3 انتصارات متتالية انسحبت أمام المكسيك. مالي تربح زامبيا 2 انتصارات وتعادل. بلجيكا زاد ما انهزمتش انسحبت أمام البرتغال. كي نشوفوا النتائج هذه المغرب قاعدة باش تواصل النجاحات نتاعها كمنتخب الأولمبي والأكابر والإيفان. المغرب أهلت البارح لدور الثمن النهائي. المغرب راني نتبع فيها عندي مدة، ومعناها انت كي تعرف الملك معلم انه كما قلت بكري كيفاش تنجم تتعامل مع الفئه هذه عمرها 17 سنه في فتره مراهقه. انهزمت في المباراه الاولى في افتتاح كاس العالم هذه 6 أهداف ل0 ضد البرتغال، ثم سبحان مغير الاحوال. هي اكيد التحفيز اي منتخب يتاثر راهو سداسيه ما نهزمش بهدف ل0. 6 أهداف ل0 انهزم. شوف كيفاش رجع في المباراة الثانية والثالثة ثم تأهل للدور الثمن النهائي. وجودة اللاعبين أني اللي أهم من هذا تفرجت فيهم شوية. المنتخب المغربي ما تحسهمش 17 سنة وليد. لو كان أنت منحيولك التيتر وتفرج فيهم في التلفزة ما تحسهمش 17 سنة. الكنترول في بلاصتو، ما فماش دي شي تكنيك، ما فماش دي شي تكنيك اللي تشوفوا في السينيور في بطولتنا. ما فماش يعني سونتراج يجي ورا الكاش ولا كذا. احنا تو عندنا نحل قوسين في تونس ولاعبين يخلصوا في الفلوس مخالفه والمير بعد عليه 9 متر معناها 9 متر 15 ويحطها ورا الجول باش يوزعها لاصحابه. يعني ركنيه في توا في الرابطه المحترفه الاولى اكابر ركنيه ما معها حتى شارج، ما ينجمش يهز ركنيه لاصحابه، يجي معناها يسددها على مستوى 1.50 متر علو، يعني يقصها اول مدافع. يعني فما هذا ما تشوفوش في المنتخب المغربي. حبيت نقول اللي المنتخب المغربي تقريبا حط استراتيجيه عندها 5-6 سنين. عندهم الاكاديميه نتاع الملك اللي حط فيها برشا فلوس. شكون حاط رئيس الجامعه؟ وزير الماليه نتاعو فوزي لقجع يجي وزير الماليه في المغرب اللي برشا ناس ما يعرفوش شيء. دونك الملك منه احنا نقولوا منه رئيس الجامعه، منه للفلوس، منه للخزنه. احنا يعني استثمر في الشبان، استثمر في التكوين، حتى معنا عمل ليز اكاديمي على قاعده، مش الاكاديمي اللي موجودين في تونس. كيف نقولوا اكاديمي يعني الاساتذه تجي تقري، مش هو يمشي للليسي. الاكاديمي فيها اقسام، يجي باش يقرا الفرنسيه، باش يقرا الانجليزيه، وفي العشيه باش يمشي يترانا. يجي باش يقرا المات والانجلي والايكونومي. اكاديمي وفما ريستورون وفما طب وفما يعني قاعه اجتماعات وفما قاعه الفيديو. هذيك الاكاديمي لانه اللي صار في المغرب مع الملاعب عشب طبيعي مش سنتيتيك صحيح، باش الملاعب مع اخصائي التغذيه مع الاختبارات. هذا باش يكون في 17 سنه باش يكون طوله 1.88 متر والا باش يقعد في 1.75 متر. المغرب بكل صراحه ما همش خير منا، تبعني منيح. يعني في اخر كاس العالم الركراكي انفخ في لاعبين نتاعو، وصل لنصف النهائي وما ريناش المغرب يلعب في كتله منخفضه وليد. يعني شفنا المنتخب المغربي مع منتخبات كبيره طلع وضغطت عليهم خاصة في منطقة وسط الميدان. غادي توا أنت كي تبدأ في منطقة وسط الميدان، علاش يختاروها المدربين؟ هي منطقة توازن. قريب إني باش نرجع، كانت تحط لي كرة في ظهري نرجع والكرة تبدأ بعيدة ما تعمليش خطر كبير، وقريب كان فكيتها باش نمشي للهجوم. بينما إذا كان باش ترجع أنت بلوك با يلزمك تحضر لاعبين سريعين، ويلزمك تدرب المنتخب نتاعك على لي ترانزيسيون اوفونسيف رابيد. يعني يلزمك تخدمهم في التمارين. تحب تخدم انت البلوك با مع البرازيل مش في نهارين باش تخدم ترانزيسيون، وهما لاعبين ما يجيوكش ديما، ما باش تخدم باش الخروج بسرعه، وما عندكش لاعبين سريعين. المستوري مش